ايوه برضه، يعني ليه يبقى عندنا حاجه زي كده 4 مايكات في مايك واحد؟ يا جدع ده تبذير. هي فكره تبان مجنونه شويه، وكمان المايكات ال4 وايرلس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا هلا والله. أنا عمرو عطلة ومع منتج جديد ومايك جديد، وهو من عائلة الكوميكا. شركة كوميكا زي ما شفنا قبل كده، الكوميكا فيمو سي، اللي هو يعتبر من المايكات الاقتصادية جدا. مايك اقتصادي جدا. لو عايز تشوف المراجعة بتاعته هكون سايب لك في الديسكربشن أو في الأي اللي فوق هنا. بس كان عبارة عن 2 ترانسميتر، جهازين إرسال بس. قامت كوميكا بقى تسكت؟ لا، قامت جابت لنا الفيمو كيو. الفيمو كيو عباره عن 4 ترانسميترز، وكل تشانل منهم ممكن تشتغل بيها كقناه مستقله، تشانل مستقله. يعني بديهيا كده يجي في بالك اول حاجه، لو انت بتعمل بودكاست ومعاك 4 اشخاص بيصوروا في نفس الكادر، فانت محتاج يبقى معاك 4 مايكات بتاخد منهم الصوت. فممكن توصل الفيمو كيو على الكاميرا دايركت وتاخد الصوت بتاع ال4 مايكات بتاع ال4 اشخاص مره واحده على الكاميرا المين. وبرده ممكن توصل الفيمو كيو على ميكسر وتاخد من كل ترانسميتر، كل جهاز ارسال، شانل بتاعته وتسجلها بشكل مستقل. برده في استخدام تاني لو انت بتعمل انترفيو مع اكتر من شخص، او مثلا لو انت بتصور في سيتويشن خارجي وعايز تاخد مايك للانفايرمنت، مايك للساوند افكت. فممكن لو انا فيلم ميكر ممكن اخد مثلا صوت البيئه المحيطه هنا، صوت الموج بالطريقه دي. فدي فايده برضه واستخدام مهم جدا للمايكات الوايرلس، واللي هي تعتبر كوندنسر مايك، ان هي بتستخدم في تسجيل الساوند افكتس او المؤثرات الصوتيه. بما ان احنا معانا 4 اجهزه، فاحنا هنا ممكن نسجل، لو احنا في مشهد نسجل كل المؤثرات الصوتيه اللي في المشهد ونزرع المايكات في كل حته في المشهد. ودي فايده ان انت يبقى عندك جهاز فيه 4 ترانسميتر. فتعالى كده نبدا ونشوف المايك معانا بيجي بايه. بسم الله الرحمن الرحيم كده. يا جدع يا جدع. هي بسم الله. بص اللي هيحصل معانا هنا بقى، في يعني حركه جميله جدا الكوميكا عاملاها. طبعا ده المانيوال، شويه ستيكرز كده وشويه الحاجات اللي بتيجي معاه. هو ده المايك. المايك بقى بيجي بحركه في منتهى الذكاء، وانا يعني احيي كوميكا عليها هنا. هي ثانيه واحده بقى ايه، عشان الحاجات دي يعني بتعمل ريليف كده. الله، ده باللون الابيض. اول مايك ابيض يجي معايا، وابيض على الابيض. لا العلبة شياكة جدا، واخد بالك؟ يعني كله ابيض في الابيض كده. فالدنيا كنا محتاجين نغير الترابيزة نجيبها سودا بقى عشان تبان معانا، بس قشطة. الحركة الجميلة بقى اللي انا بكلمك عليها هي فكرة ان الكيس، شارجنج كيس بتاعتك، لما المايكات وكمان شارجنج كيس بتاعتك، فهي فيها كل الملحقات بتاعتك، فيها الشحن، فيها كل حاجه، كله في حاجه واحده، في وان باكج. وعلامه كوميكا كده عامله زي توقيع كده، سيجنتشر في الجنب. لو بصيت هنا كده هتلاقي ان عندك دوست الزرار ده كده يقول لك مستوى الشحن قد ايه، وهنا بيعمل لك البيرنج، زرار البيرنج. وفي حته صغيره كده، مخرج صغير اللي هو بيعمل الريسيت، زي الراوتر كده بيبقى في حته لو هتعمل ريسيت للراوتر بتدوس عليها كده بدبوس ولا حاجه رفيعه، فيعمل لك ريسيت للمايك، فيعمل بيرنج من اول وجديد. ونبدا بسم الله الرحمن الرحيم. اول انطباع، واو. لا اللون الابيض غير. اللون الابيض جميل جدا، يعني انا ما كنتش عايزه لون ابيض، بس انا ما كنتش متخيل ان هو يبقى باللون الجميل ده. بس اللون الابيض بقى ايه اهو، بدأنا عيب اهو، بيتوسخ بسرعه. بيجي معاك كده زي ما انت شايف 4 جهاز ارسال وجهاز الاستقبال بتاعك. وزي ما قلت لك دي اللي تشارجنج كيس نفسها، يعني لو شلت كده اي جهاز هتلاقي تحتيه مكان الشحن بتاعه. في نفس الوقت ان بيبقى عندك الجزء اللي فوق ده، الجيب اللي فوق ده، كل الملحقات بقى بتاعت المايك. فانت دلوقتي بس مش محتاج كذا حاجه تمشي بيها، هو ده بس في كل حاجه بالشحن بكل حاجه. فتعالى كده نشوف اول حاجه الملحقات بتاعتنا. ده بقى ايه، كابل اليو اس بي لكابل يو اس بي تايب ايه. وكمان لو عملنا كده بقى تايب سي. فالحركه ديت بقت يعني من ضمن الحاجات الترندي جدا في اي الكترونيات حاليا. يبقى عندك الكابل يو اس بي تايب سي، تايب سي، بس لو انت عايز تحوله لتايب ايه بتحط الدونجل دوت او الكونفرتر ده. فده كده الكابل ده معانا للشحن. نشوف بعد كده ديد كات او الويند مافن، بس جايب اللون الابيض، يعني تحسه فضائي جدا. دي تحسها دبدوب قوي في نفسها، دي اللي بتتحط فوق الجهاز بتاعنا بالمنظر ده كده. حاجه شياكه وفي نفس الوقت جديده. اول مره اشوف المايك باللون الابيض. دي عندنا منها 4، ال4 موجودين عندنا هنا اهو. ونيجي بقى للكابلات التوصيل نفسها، دي اللي هي بتاعه الرطوبه والروائح، كابلات التوصيل نفسها. فنيجي
نشوف اول كابل معانا، ده الكابل اللي هو تي ار اس لتي ار ار اس 3.5 مللي. الكابل دوت لتوصيل الموبايلات، فانت ممكن تشغل مايك دوت على اجهزه الموبايل بمخرج 3.5 مللي. نيجي للكابل بقى ايه الاساسي بتاعنا 3.5 مللي تي ار اس تي ار اس. وبرده من ضمن الحاجات الجميله، بص كده لو خدت بالك هنا كده مع كل كابل هو حاطط لك رسمه كده انديكيشن، بيقول لك ده بتاع ايه. يعني حتى لو مش عارف ايه الفرق ما بين التي ار اس التي ار ار اس او التي ار اس التي ار اس، فهو بيقول لك كل واحد بيستخدم لايه. فده كده عليه علامه الموبايل، اما ده فعليه علامه الكاميرا. طبعا الاكسسوارز بتاعتنا ديت او الكابلات بتاعتنا دي بنرجع تاني نلمها جوه كده، ونجيب برضو الكاتس بتاعتنا دي عشان التصوير في اي حاجه فيها رياح هوا جامد حواليك وانت بتصور، ده بيعزل لك الهوا ده. انا عايز اشوف بس منظر الويف فورم بتاع الصوت واحنا كده مشغلين المايك من غير النويز ريدكشن ومن غير الويند ماف. فانا هسكت كده 5 ثواني ونشوف الصوت بتاعنا اللي هيلقطه المايك عامل ازاي. دلوقتي هنركب الويند ماف ونشغل المايك بتاعنا نسمع الصوت بتاعه من غير النويز كانسليشن. تعالى بقى نشغل النويز كانسليشن ونسمع الصوت ونشوف الويف فورم عامل ازاي. نيجي بقى على المايك نفسه، بيجي عندنا 4 اجهزه ارسال وجهاز استقبال، فتيجي نشيل الحاجات دي كده عشان يشتغل معانا. نيجي نبص كده اول ما بنطلعه من الشارجنج كيس بيبدا يشتغل. لو بصيت كده هتلاقي عندك ان هنا في شاشه ديجيتال، وبرده فيها خاصيه الفليب سكرين في الزرار اللي هنا ده كده ممكن تدوس عليه. فلو انت بتحطط المايك على الكاميرا وانت بتصور الناحيه ديت او الناحيه ديت، بمجرد تدوس على الزرار ده كده فبيقلب لك الشاشه، سواء انت باصص من هنا او باصص من هنا. بنلاقي هنا عندنا مخرجين 3.5 مللي اوتبوت وسماعه. فالاوتبوت بتاعنا هنا نحط الكابل بتاعنا هنا ونوصله بالكاميرا او الموبايل، ودي سماعه هيدفون لو احنا نعمل مونيتورنج للصوت نسمع الصوت بتاعنا لايف. مخرج اليو اس بي لو احنا نشحن الجهاز بتاعنا بباور بانك بقى بشاحن ممكن نشحنه بشكل مستقل. بيجي عندنا هنا زرارين، زرار الباور من تحت، زرار الباور ومود. لو دوست على الزرار ده كده وعلقت ايدي شويه كده فبيطفي الجهاز، اما لو دوست تاني وعلقت ايدي شويه بيفتح الجهاز تاني. ولو دوست دوسه سريعه كده فبيغير المود بتاعي، بيخليه من مونو او ستيريو او كواد اللي هو الرباعي. والزرار دوت اللي احنا شفنا ان هو بيقلب الشاشه بتاعتنا او ان هو بيعمل ريبيرنج او بيعمل لينك مره كمان. لو في جهاز مثلا سقط مننا عايزين نعمل له لينك مره كمان. نيجي نشوف الاجهزه بتاعتنا بقى بتاعت الارسال. نفتح كده لو حطيناه بيشحن اهو. طب تعالى نشيل كله، هتلاقي ده كمان بدأ يشحن. دي من الحاجات برضو الجميله هنا ان عندك يعني لايف بتشوف مدى الشحن، قوه الشحن بتاعت الاجهزه بتاعتك. انا قدامي هنا بيقول لي الكيس فيها شحن قد ايه، وجهاز الاستقبال بيشحن، والجهازين دولت اللي انا شلت لهم الورقه بتاعتهم بداوا يشحنوا دلوقتي. نيجي نشوف بقى جهاز الارسال بتاعنا عباره عن ايه. نيجي نبص كده هنلاقي اول ما فتحناه وشلنا الجهاز ده كده هو بيبدا يعمل لينك. وبص كده بدا يقرا عندي هنا كده ان ده شغال، والصوت بتاعه بص الو الو الو. مجرد ما بفتح العلبه واشيله طبعا بيعمل لينك. الازرار اللي عندنا هنا كده زرار الفوليوم اب وفوليوم داون وزرار الباور بتاعنا. طبعا لو علقت ايدي على زرار الباور شويه فبيبدا ان هو يطفي الجهاز، اما لو دوست على زرار الباور تاني وعلقت ايدي بيرجع الجهاز تاني. وهو بينور كده ازرق يعني هو كده عمل لينك كده، قرا عندي هنا كده في الجهاز. لو انا عايز اعمل ميوت لو دوست على زرار الباور ده تاني هينور باللون الاحمر. معنى انه نور اللون الاحمر يعني الجهاز دوت اتعمل ميوت. حتى هنا قرا عندي هنا كده في جهاز الاستقبال ان هو ميوتد. لو عايز ارجعه تاني هدوس على الزرار ده رجع اشتغل تمام. طيب الزرارين اللي تحتيهم لو انا علقت ايدي على الزرار بتاع فوليوم اب ده كده هيشغل لي النويز كانسليشن، بقى اللون الجهاز بتاعي باللون الاخضر. عايز اطفي النويز كانسليشن هعلق ايدي على الزرار ده كده رجع للون الازرق تاني. اما زرار الريلينك اللي تحت اللي هو فوليوم داون ده برضه لو علقت ايدي عليه تاني هيبدا يعمل ريلينك مع جهاز الاستقبال مره كمان لو الجهاز مثلا فصل او في اي مشكله فنيه حصلت. فوق بنبص كده فبنلاقي عندنا البيلت ان مايك وجنبيه مخرج اللافلير مايك، فممكن توصل مايك سلك او مايك مشبك وتخفي الجهاز دوت في الهدوم برضه من ضمن الاوبشنز. واخيرا
طبعا اليو اس بي، مخرج اليو اس بي ده عشان لو انت تشحن الجهاز ده بشكل منفصل. وبس كده. الفكره بقى اللي انا بقول لك عليها في الكواد، يعني ايه مود الكواد ده؟ اللي انت لو اخترناه هنا كده من المود بتاعنا كده على الكواد، الكواد ده اللي انت ممكن توصل الاربع اجهزه بالمخرجين اللي هنا دولت على ميكسر خارجي، تاخد كل تشانل لوحدها بشكل مستقل، فالصوت مش بيبقى متداخل مع بعضه. فلو انت مثلا في المونتاج حبيت تفصل عن مايك منهم او تفصل تشانل عن التسجيل نفسه، تقدر تعمل دوت بشكل مستقل. طيب حاجه كمان جميله جدا هنا، الكابل اللي احنا شفناه مع بعض ده، الكابل ده برده مش للتوصيل او الشحن بس، هو كمان ممكن تشيله كده، بقى عندك كابل تايب سي لتايب سي، فانت ممكن توصل الجهاز ده كده. هنوصل الجهاز ده كده بالتايب سي من مخرج التايب سي اللي هنا ده كده الى مخرج تايب سي في اي موبايل او اي سمارت ديفايس زي مثلا لابتوب او تابلت. فدلوقتي لو تاخد بالك كده، مجرد ما وصلته بالموبايل بتاعي، هو هنا قرا فيه الاوديو بتاعي، المايك كوميكا فيمو كيو، حتى هتلاقي هنا الفوليوم انديكيتور بتاعي، بص كده، تيست تيست، الو الو، هو هنا بدأ يقرا الصوت. وكده ممكن اسجل الصوت بتاعي على موبايل او اي حاجه فيها تايب سي. دلوقتي انت يعني كل حاجه بروفيشنال، بص ركز معايا، ادي الريسيفر اهو والترانسميتر بتكلم فيه وبسجل، وفي نفس الوقت عامل مونيتورنج للصوت. انا بسمع الكلام بتاعي عشان يعني اتاكد من الصوت قطع ولا لا، شغال ولا لا. فالسيت اب ده هو ده اللي بيشتغل بيه اغلب الناس حاليا، مفيش بقى كاميرات وبتاع، سهل وسريع وخفيف وبروفيشنال، سامع وشايف والدنيا جميله، وايرلس، معاك 4 شانل، ممكن تفلوج انت و4 اصحاب. بقى دلوقتي الموضوع يونيفرسال جدا، يشتغل معاك على اي حاجه. بس يعني الحاجه الوحيده اللي محتاج ان انت تجيب لها وصله خارجيه هي موبايلات الايفون قبل ال 15، الموبايلات اللي هي لسه فيها الوصله بتاعه اللايتنينج. الحاجه الوحيده اللي هي مش مدعومه هنا من الكوميكا فيمو كيو، لازم تجيب له وصله خارجيه اللي هو بتحول من تايب سي للايتنينج، غير كده هيشتغل معاك على اي حاجه ممتاز جدا. هنا بقى انا عايز اكلمك على حاجه مهمه جدا، المايك ده الرينج بتاعه 200 متر، الاربعه شانل 200 متر، هنجيب اخره في الرينج. هما بيقولوا ان هو 200 متر، بس انا مش متاكد، مش واثق الصراحه، فانا هرجع وهديله مساحه واسعه، هو براحه اهو ما عندوش اي حاجه. هرجع ووشي للمايك، مش هديله ظهري، يعني هديله كل سبل الشغل معاه، عشان برضو ايه، نبقى احنا عادلين معاه. الصوت بيقطع، قطع ليه بقى؟ قطع ليه؟ ده انا لسه ما كملتش 30 متر. تيست تيست مايك 1 2 3 تيست مايك. هو الصوت تقريبا كان فيه انترفيرنس، بس مش عارف عشان ايه. ده الدنيا هو كده تقريبا كملنا 60 متر ومكملين مكملين مكملين، والصوت لسه تمام شغال تمام كده. 100 متر انا الصوت قطع معانا. كملهم، بيقطع الصوت، بيلغوش كده، الصوت شغال تمام. هبدأ ارجع بحذر، هرجع واحدة واحدة كده، واول ما هيقطع هنعرف بدأ يقطع تاني. طب الصوت كده شغال تمام، كده شغال تمام. ماله فا هو مش عايزني اتحرك ولا ايه؟ انا وقفت له بقى، انا مش هسكت له. دلوقتي على مسافه 130 متر تقريبا، والصوت ما بيقطعش معانا، بس بمجرد ما ابدا اتحرك كده 1 2 3 1 2 3، ما هو انا هجيب ال 200 متر، يعني هجيب ال 200 متر، هشوف الفكره بتاعت ال 200 متر ديت تمام ولا اي كلام، ويلا بينا نرجع وعلى الله بقى. 1 2 3 1 2 3 1 2 3. امال كنت بتلعب ليه قدام عند ال 100 متر يعني؟ ولا انت بتفتح على بند اكبر يعني؟ خلاص هانت داخلين على ال 200 متر. 1 2 3 200 متر يابا. 1 2 3. الله، انت بتتحسن بعد ال 100 متر يعني؟ ده احنا عدينا 300 في 300 متر اهو، خلاص انا دخلت على الرصيف. عمق الشاطئ ده 300 متر، يعني احنا على مسافه 300 متر دلوقتي. بص اسمعني، وعايز اجرب معاه لو اديته ظهري. 1 2 3 ويلا بينا معانا. قلت لك صوت هيقطع اول ما اديله ظهري. يا صديقي انا بتعب عشانك، فاديني لايك واعمل سبسكرايب في القناه، عشان انا بقول لك الخلاصه. يعني المايك مش عارف كان ماله في ال 100 متر، هعمل معاه تيست كده سريع. ايه الصوت بيقطع؟ ده انا كنت على ضعف المسافه قدامه ما بتقطعش معايا. مش فاهم، انا مش فاهم حكايته مع ال 100 متر ايه. الفيمو كيو بيديك مده تسجيل حتى 8 ساعات متواصله، وكمان تقدر تشحنه بالتشارجنج كيس بتاعك مده كمان، يعني ممكن تشحنه شحنه كمان، فيديك تسجيل لغايه 16 ساعه بالفول باور بتاعته. وزي ما قلنا ان المايك ده تاخد منه ديجيتال او انالوج اوتبوت. يعني ايه ديجيتال او انالوج؟ الديجيتال ان احنا بناخده عن طريق اليو اس بي، بنوصله على اليو اس بي في الموبايل او في اللابتوب بتاعنا. اما الانالوج اللي هو بنوصله عن طريق الكابل 3.5 مللي، فده الفرق ما بين الديجيتال
الديجيتال والانالوج، وكمان لو ليتنسي اقل من 20 ملي سكند، يعني مفيش تاخير تقريبا بتلاحظ ما بين ان انت الصوت بيوصل لك من جهاز الارسال لجهاز الاستقبال، مع مراعاه ان المسافه بتوصل لغايه 200 متر. كمان المايك دوت على المنافسين اللي هم بيقدموا نفس الميزه ديت، ان يبقى معاك 4 اجهزه، هو الوحيد في نوعه اللي بيديلك التشارجنج كيس. وكمان الفكره الذكيه جدا ان كل حاجه في نفس العلبه في نفس الكيس، فهو الوحيد من نوعه اللي معاه التشارجنج كيس. اي منافس تاني ما بيديش التشارجنج كيس، فانت هنا محكم بسعه بطاريه اقل، لكن هنا عمر التشغيل افضل بكتير. والمايك بيسجل 48 كيلو هرتز على 24 بت، ودي جوده معقوله جدا جدا. بس قبل ما نجرب المايك ونسمع صوته، خليني اقول لك سعر المايك ده كام. سعر الكوميكا فيمو كيو $249. اضرب انت بقى وشوف النسبه كام بالمصري حسب وقت ما بتشوف الفيديو ده. وبرضه لو انت عايز تعرف سعره باي عمله تانية، هكون سايب لك في الديسكربشن في وصف الفيديو تحت لينك الشراء بتاع المايك دوت. وبرضه هحاول اجيب لينك الشراء من مصر، هكون سايب لك برضه في الديسكربشن في وصف الفيديو تحت. بص انا هكلمك دلوقتي على البيلت كواليتي واحنا بنعمل تيست لصوت المايك. فدلوقتي انا مشغل المايك من غير ما اشغل النويز كانسليشن. خليني اقول لك ان البيلت كواليتي بتاعت المايك ده كله من البلاستيك، كل حاجه فيه من البلاستيك. دلوقتي تعالى بقى اكلمك من المايك وانا مشغل النويز كانسليشن، وبص بقى معايا هنا فرق الصوت اللي هيحصل ده. جاهز؟ انا دلوقتي بكلمك عن طريق النويز كانسليشن من غير اي تعديل في الصوت على المايك، فالدنيا بص جميله جدا. وده واحد من افضل النتائج اللي ممكن تاخد منه نويز كانسليشن. وبص بقى الحركه اللي جايه دي، ايه رايك؟ بص الدنيا بقت ناعم. بص ما فيش، انت دلوقتي حاسس بالدنيا هديت وجميله. يعني كان في صوت هوا جاي جنبنا ومشغلين النويز كانسليشن، وفي نفس الوقت حطينا الويند مافن ديت او الديت كات ديت، فالدنيا بص هو ده. خليني برضه اكلمك على البيلت كواليتي بتاعت التشارجنج كيس او الشنطه اللي جايه معاه. فهي كومباكت جدا، والماتيريال بتاعتها من بره كده هي زي جلد كده. ونيجي في الاخر اقول لك على العيب في المايك ده هيكون ايه. العيب في المايك دوت لو خدت بالك انا ما اتكلمتش عنه، وممكن تكون انت مستنيه، ان هو ما فيهوش انترنال ريكورد، فانت مش هينفع تسجل صوت داخلي في المايك. فهنا عشان تعرف تاخد صوت من المايك لازم تكون موصله بجهاز كاميرا، موبايل، لابتوب، كمبيوتر، اي جهاز. غير كده هو ما فيهوش مساحه داخليه وما ينفعش تسجل منه صوت داخلي. دي الحاجه اللي انا شايفها. يعني في ناس كتيره بتفضل الميزه ديت، ان هو بيعتبر الجهاز ده اللي هو جهاز الارسال زي مايك او ريكوردر، ياخد بيه تسجيلات لوحدها منفصله ويبدا ان هو يفرغها بعد كده، او ان هو ياخد بيه صوت باك اب، ان انت ممكن وانت بتصور تسجل صوت باك اب من المايك نفسه، عشان لو حصل اي مشكله في السيجنال ولا حاجه يبقى عندك الصوت برضو موجود في جهاز الارسال بتاعك. لكن هنا مش موجود. اللي مش عادي ان انا بستخدم المايكات الوايرلس كووكي توكي. الموضوع ده جامد جدا وموفر جدا، مش عايز اقول لك في فلوس، ان انت بدل ما تجيب ووكي توكي وتقعد تتعامل مع التيم بتاعك بالووكي توكي، لا انت بالمايكات اللي بالفعل عندك اللي هي كلها وايرلس تقدر تعمل نظام ووكي توكي. تعال اقول لك الفكره دي جامده ازاي. دلوقتي زي ما عرفنا ان جهاز الاستقبال بتاعنا في مخرج 3.5 مللي بسمع منه الصوت. مجرد جهاز الاستقبال لوحده يكون مع الشخص اللي هو بيكنترول التيم بتاعه، بيكون متوصل بهيدفون او سماعه عاديه عشان الشخص يبقى سامع التيم بتاعه اللي هم هنا يعتبروا 4 افراد، ويقدر ان هو يسمع صوتهم لايف من غير ما يسجل. بس هو بيستغل الوايرلس سيستم بتاع المايك. في العادي كل افراد التيم بيبقوا قافلين الجهاز بتاعهم، يعني عاملين له ميوت من الزرار بتاع الميوت اللي موجود في جهاز الارسال، واي حد عايز يكلم الشخص المسؤول في اي وقت هيقوم فاتح الجهاز بتاعه وقايل له الرساله بتاعته ويقفل الجهاز تاني. هي مدير، محتاجين شمسيه هنا. وكل ده من غير ما يكون معايا ووكي توكي او احتاج ان انا اتصل بالشخص كل شويه ويبقى فيه الموضوع صعب في التواصل. التواصل دلوقتي بقى سهل لان انا معايا وايرلس سيستم. برضو لو عايز تشوف الكوميكا فيمو سي اخوه الصغير، هو يعتبر يعني بص ده الفيمو سي ده 2 ترانسميتر، ده الفيمو كيو ده 4 ترانسميتر. الفيمو سي ده احنا كنا عملنا له مراجعه منفصله، بس الفكره ان هو يعني يعتبر اقل سعر مايك وايرلس ممكن تحصل عليه ويديك قيمه كويسه جدا. وبرضه كنا عملنا له مراجعه منفصله، بس يعني انا شايف ان التطور الطبيعي للمايك الوايرلس حصل هنا في الحجم وفي المميزات وفي كل حاجه. وانا بحاول ان انا اوشوش في المايك عشان تبقى سامع الصوت وتعرف يعني تحكم عليه بافضل جوده. عبود، اشوفك الفيديو الجاي. السلام عليكم. اعمل لايك وسبسكرايب.